السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وإن شاء الله معانا فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو النهاردة مختلف تماما عن الفيديوهات اللي أنا بقدمها، لأن الفيديو النهاردة هيكون برعاية جوزي، هو اللي هيعمل الكبدة دي. طبعا أنا جبنا كبدة بلدي من عند الجزار وطلبنا منه إن هو يقطعها لنا تقطيعة الاسكندراني أو العصافير اللي هي صغيرة. أنا طبعا دخلت قبله حضرت له كل حاجة. هو له اكلات معينة كده بيعملها بتكون حلوة جدا. هشارك معاكم النهاردة الكبدة، وان شاء الله في فيديوهات كتير جاية هيكون هو اللي هيعملها بإذن الله. كبدة يعني فلفل كتير وبصل كتير وفصين توم كده. طبعا انا قطعت فلفل رومي، لو انت حابة تحطي حار حطي، حابة تحطي الوان حطي، بس عشان ولادي طبعا فانا قطعت فلفل رومي بارد. وقطعت كمية البصل اللي انا عايزاها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده جوليان. جوز الكبدة يعني صينية، ما ينفعش يعملها خالص في حلة. هو بيحب كده يعملها في صينية ويشوحها منها في بعضها. فأول حاجة جاب الصينية ونزل بقى بشوية من الزيت حلوين كده. بعد كده هي طريقته مختلفة شوية، يعني أنا ساعات بحس إن توابله ممكن مش راكبة على بعضها، بس فعلا النتيجة في الآخر بتكون حلوة جدا. يعني هو مثلا دلوقتي هنشوف هيعمل الكبدة ازاي. هو بيعملها بطريقة العربيات او بطريقة الشارع، رغم ان هي كبدة بلدي بس فعلا كانت جميلة. كانت حلوة جدا وكانت مظبوطة جدا. اول حاجة نزل كده نص كمية الفلفل مع الزيت، وكان الزيت سخن جدا. بدأ يشوح فيه كده، وهنشوف طبعا طريقته كلها هكملها لكم في الفيديو في كل التفاصيل. وفعلا الكبدة بتطلع مميزة جدا وبيطلع طعمها حلو جدا. يعني طبعا انا بمنتج الفيديو بعد الاكل. الكبدة خلصت يعني اتنسفت، ما فزتش اي حاجة. نزل كمان بفصين التوم اللي انا كنت مقطعاهم صغير كده مع الفلفل زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هيبدأ ان هو يشوح فيهم لحد ما ريحتهم تطلع. هيحط دلوقتي خل، نقطتين خل كده. فعلا يعني بخلي الكبدة جميلة وطعمها حلو جدا. وما بتيجي تاكلي الكبدة البلدي دي تحس ان هي فعلا كبدة الشارع اللي كلنا بنشم ريحتها وبنبقى عايزين ناكل منها دي. بس طبعا دي حاجة مضمونة وحاجة انت جايباها من عند جزار وعارفة نتيجتها ايه. ان هي فعلا كانت. احنا لما كلمنا الجزار قال انا فعلا لسه دابح النهارده وعندي كبده، وجبناها في نفس اليوم، فعلا كانت فريش وكانت جميله. كانت ريحتها حلوه جدا، يعني هي فعلا اتنسفت من حلاوتها. بعد كده هو نزل بالكمية البصل اللي انا مقطعاها كلها. وبعد كده فرق مكعب من المرقة عشان بتحل الطعم. هيبدأ برضو يشوح ده كله مع بعضه تاني. وهحط كمان شوية كده من الفلفل الاسود. اهو، لا حط كمون الاول. حط شويه من الكمون، يعني كمون على الكبده بس والله بتطلع حلو. حط شويه من الكمون وحط كمان شويه من الفلفل الاسود. طعم الكمون ما كانش باين بس كان طعمها حلو. يعني هي زي الكبده زي ما انا قلت لكم، الكبده توابل الكبده الاسكندراني بس فيها اختلاف شويه في البصل والحاجات دي. نزل تاني بشوية من الخل وهيبدأ بقى يتبل البصل والحاجات دي كلها مع بعض. طبعا عارفين برضو البصل بيدبل الخل بيدبل البصل بسرعة وبيدي طعم للبصل. فعلا الصوص كان حلو جدا، والخضار ده كله اللي هو الفلفل والبصل كان طعمهم حلو جدا. انا في اليوم ده عملنا الكبدة سندوتشات في فينو زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو، بس كانت حلوة جدا. هو دلوقتي نزل بقى بكمية الكبدة كلها. وبعد كده نزل بالفلفل. الكبدة يا بنات ما بتتغسلش، استحالة الكبدة البلدي اللي بتيجي من عند الجزار تتغسل. الكبدة لو اتغسلت بتفقد كل المواد اللي فيها وكل القيمة الغذائية بتاعتها. فالكبدة ما بتتغسلش، يعني انا عند رأيي ان الكبدة ما ينفعش ان هي تتغسل. الكبدة كده بتيجي من عند الجزار، مادام انت ضامنه الجزار وجزار نضيف ومضمون، الكبدة بتيجي تتعمل على طول. لو اتغسلت انت كده ضيعتي كل الفوائد اللي فيها. هو طبعا بدأ هو يشوح بقى كل حاجة ونزل كمان بمكعب مرقة. جبنا بقى الفين وحضرنا كل حاجة. بدأ ان هو بقى يملح الكبدة ويظبط الدنيا. هيسويها منها في بعضها، احنا ما ضفناش اي سوائل فيها، هي السوائل بتاعة البصل وبتاعة الفلفل وبتاعة الكبدة كده هي اللي سوتها مع الزيت. يعني هي اتشوحت منها في بعضها من غير ولا نقطة مية. وكانت طالعة مستوية جدا وكانت طالعة حلوة. يعني في رجالة كده لما بتخش المطبخ بيبقى نفسها حلو في الاكل، وانا عندي جوزي زي ما انا قلت لكم في حاجات معينة هو بيعملها طعمها بيبقى حلو جدا. بدأت معاكم بسلسلة الحاجات الحلوة دي، وكان اولها معانا اللي هي ايه؟ الكبدة زي ما انتوا شايفين كده. عمل لنا الكبدة. وهننزل معاكم برضو بحاجات تانية جاية ان شاء الله هو هيعملها. هننزلها في الفيديوهات الجاية.
وهو واقف بقى كده بدأت ان انا اوطي بقى على الكبدة شوية، وهعمل بقى معاكم الطحينة بالمرة عشان احنا نجهز كل حاجة كده مع بعض. جبت طبق بقى، وهنجيب كمان الحاجات اللي احنا هنعمل بها الطحينة. هنحط كده شوية قرن فلفل حراق، هنظبط الدنيا، يعني نحس ان احنا كده ايه على عربية كبدة، ناكل كبدة في الشارع. ان هي فعلا والله كبدة بلدي، بس مش هتخيريها عن كبدة الشارع، بس زي ما انا قلت لكم دي طبعا نضيفة، ودي حاجة معمولة في البيت وطعمها حلو قوي قوي. هبدأ دلوقتي بقى، احنا كده وطينا على الكبدة خالص. تتشوح بقى مع بعضها، وتنزل الصوص بتاعها، وتشرب ميتها والحاجات دي كلها، عشان احنا مشوحينها على الناشف من غير اي مية، بالسوائل اللي فيها بس. بدأت بقى كده نظبط لكم الدنيا، وهبدأ زي ما انتوا شايفين. لا، قلت اعمل بقى الطحينة الاول، ولما اخلص الطحينة اقوم مظبطه لكم بقى ايه الحاجة. كل حاجة كده كانت واحنا واقفين بنعملها، هو شغال في حاجة وانا شغالة في حاجة. وطبعا اللي بيتوسخ كده حواليه من الاطباق ولا حاجة، بقوم جاية ايه شايلاها حطاها في الحوض. انا بعمل الطحينة ازاي؟ بجيب كده معلقتين من الطحينة، نص ليمونة، وببدأ ان انا اعصرها لحد ما الطحينة تتقل معايا خالص كده زي ما انتوا شايفين. ومية من الحنفية، يعني ما بحطش ميه سخنه ولا اي حاجه، لا هي ميه من الحنفيه. بعد لما الطحينه بتتقل كده، وبعد كده بنزل عليها بميه من الحنفيه. وبعد كده بملحها عادي، بحط فلفل اسود، وبحط كمون، وبحط شويه خل، وبحط كمان ملح. بس ممكن تضيفي انت شويه زيت كده على الوش، بس انا ما ضفتش زيت يعني. لو انت بتحبها برضو حراقه، حط شويه من الشطه، مش هتقول لا. ممكن مثلا عايزه تغيري لونها من فوق كده شويه من البابريكا، وهي كده هتبقى تمام، مفيش فيها اي حاجه. الطحينه كانت مظبوطه وكانت حلوه جدا. وهي اصلا نوع الطحينه اللي هي بتاعت رشيد الميزان دي حلوه، يعني نوع الطحينه دي كويس. هبدا ان انا بقى ايه اقلب الطحينه كده، وكده فعلا الطحينه تقلت وكانت بس نوع الطحينه دي اللي هي البوادي، لا مش رشيد الميزان، معلش، لأن الطحينه دي البوادي. انا دلوقتي بقى قلت له استنى كده لما ادوق الكبده، عشان بيقول لي هي لسه ما استوتش، وانا شايفه ان هي ريحتها خلاص استوت وطلعت خالص. فقلت له استنى لما ادوقها، ففعلا كانت مستويه وكده كانت تمام. كده انا الاكل بتاعي جهز، وده غدانا النهارده. كبده بقى يعني شويه مخلل، كوبايه بيبس زي العربيات بتاعه الشارع، هي دي الكبده. كانت جميله جدا يا بنات، جربوها بالطريقه دي والله هتحبوها جدا. شويه الخل، شويه الكمون، شويه الفلفل الاسود، مكعبين المرقه، يعني توابل وحاجات بسيطه جدا، بس حلت الدنيا وطلعت احلى اكله. تسلم ايده، وفعلا جميله، جربوها بالطريقه دي. مع السلامه.